قلب الأسد جدد وحسم المسألة. أحمد فتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر وخلص المسألة، جدد لمدة 2 سنين. حلو على حاجة صراحة. صلي على الحبيب كده، أحمد فتحي ب100 لعيب. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ اغني لك احلى اغنيه من الحته اللي في الشمال دي، عارفها؟ دوزنا فتحي ادمن التجديد في الفجر. هو انضم الينا في الفجر وهو عايز يظبط الميعاد مظبوط فجدد في الفجر. يا عيني. فالكابتن احمد فتحي نموذج للانسان المستوعب الكلام ده كله، اللي يقول لك مش شاري النادي الاهلي هو شاري النادي الاهلي. يا سلام. كابتن احمد فتحي كان كل يوم زي اللي بيصلي صلاه استخاره في حيره. حسمها قبل ان يذهب الى المطار في رحله لاداء العمره. قال مش ممكن حمشي الا ما اقفل هذا الملف، وذهب والكلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ. راح له البيت الفجر في مدينة نصر. راح له شيء انا الزمالك اداني، يعني انا هاخد في النادي الاهلي مليون وهاخد في النادي الزمالك 10. انا هاخد في النادي الاهلي هاخد مليون عشان انا اخر حاجه اصلا باخد فيها في الفلوس وفرحان قوي. راح ماسك القلم كابتن سيد، ما خدش حاجه وراح ماضي بالظبط من مصدر موثوق منه جدا. اداله ظهره مش خطوتين، وحد اداله منديل ورق بما يوحي انه كان يبكي. قلت له لن نصل في علاقتنا بلاعبتنا لا بجماهيرنا والمتلقين بتوعنا الى هذا الحد. الكل يثق يا كابتن سيد في اللي انت قلته، والكل يثق فيما قاله الكابتن احمد فتحي، والكل يثق ان هذا موقف مش غريب على الكابتن احمد فتحي. خلاص قضي الامر، راح هاتوا العقود، مضى، طلع اتحاد الكوره حسابات. من امتى الاهلي بيقف على اللعيب؟ اجدد مش اجدد، اماطل مش اماطل، طب في 9 جنيه زياده، طب انا عايز 7 جنيه. معلش بطاقه التموين ما نزلتش، كيسين السكر غليوا. لازم كل تجديده يقعد يقدر الدنيا كده معاه، يقدر الاداره، يقدر الجماهير، ويقدر اهالينا. برضو النوبه اللي فاتت اخر مره لما كان معالي المستشار تركي آل الشيخ موجود ودفع له 2 مليون دولار والدنيا مشيت وبتاع وقرر. لكن انا شايف ان احمد فتحي خسر كتير جدا بالقرار ده. خسر، ممكن يكون كسب فلوس، ولكن خسر الفئه الاكبر في المجتمع المصري. بتتكلم في 70 او 75%، مش عايز برضو اقول ارقام جزافيه، ولكن ده الرقم الحقيقي ان 75% من جمهور مصر بيشجع النادي الاهلي. مفيش فايده. لم يتعرض النادي الاهلي لهذا الهجوم المكثف الممنهج مع كل صغيره وكبيره وكل ما قيل وما لا يقال، وعمليه اجتزاء للمواقف واجتزاء للقرارات واجتزاء للاقوال وهجمه شرسه موجتها عماله تعلى كل يوم.